الذل بيت كل العرب، والحكم حكم أمريكان. كل العبارة إن كان عزرائيل واقف هنا على البيبان لما البنت غزة طلعت تشتري الحليب عشان ولادها الصغار الجعانين. شافت حصار العساكر سكرانين وتوزعوا حواليها زي الحيتان الجعانين. قالت يا خلق يا عرب انتوا فين؟ قالت يا خلق يا عرب انتوا فين؟ وليه الإهانة في بيوتنا كده؟ ايه العبارة يا عساكر سكرانين؟ العار عليكم كلكم، عمركم ما شفتوا الصبايا ولا ايه؟ مالكم بقيتوا كده ولا انا مش مالية عنكم؟ عيب عليكم تبصوا للحريم بالشكل ده. ده صح هو اللي لا يعرف له وطن ولا يستحي من اخوه يعمل كده. البنت صرخت وقالت موت العرب قرب خلاص. لما حكم عبيد إسرائيل شدوا علينا الحصار، الخوف يحاصر البيوت ظلم ودمار. حتى ملاك الموت هرب أول ما سمع ضرب نار، حتى إنه قرر لازم القضية يبت فيها القرار. الذل بيت كل العرب، والحكم حكم أمريكان. وأطفال غزة أمانة، ولا ليها عون غير الله. أشكركم على حسن استماعكم، ولكم مني وافر الاحترام. كانت معكم الشاعرة والأديبة سوسن النجار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.